عضلة السمانة الكاف ماسل من العضلات المهمة جدا في عضلات الرجل، ولازم تقويها كويس لو عندك أي مشاكل أو لو أنت بتقوي العضلات بتاعتك في الجيم. وللأسف اللي بشوفه في الجيم تمرين واحد من العضلة دي. العضلة دي جزئين، جزء كبير وجزء صغير، جاستروكنيمياس وسولياس، يعني عضلة كبيرة بلك كبير كده وفي عضلة صغيرة تحتها عميقة ليها. الناس بتقوي العميقة بتمرين مشهور جدا وبتنسى التمرين التاني. يعني كل الناس بنلاقيهم بيركبوا التمرين ده، بيعملوا تمرين الحصان ده التمرين ده بيقوي السولياس، تمام، اللي هي العضله الصغيره اللي بتشتغل على مفصل واحد بس. كلهم بيشتغلوا التمرين ده حلو جدا. لكن في تمرين تاني الناس بتنساه وهو مهم جدا معاك، وخصوصا ان العضله البلك الكبيره دي، تمام، بتشتغل على مفصلين وانت قاعد وتاني ركبتك كده. الجاستروكنيمياس مش شغاله لان هي بتشتغل على مفصلين، هي كده شغاله ان هي تانيه الركبه، بتشتغل في تانيه الركبه كمان. فعشان نبدا نشغل الجاستروكنيمياس كويس لازم تشغلها وانت واقف مفروض بالوضع ده. فيلا بينا نعمل لها تمرين. فكده تمرينة السمانه بقت تمرينين مش تمرين واحد، مهم جدا تعملهم هما الاثنين سوا. يبقى زي ما قلنا ان العضله ليها راسين كده، عايزين نقوي العضله الكبيره الجاستروكنيمياس، تمام. فهتقويها ازاي؟ هتقف على اي طرف سلم لو الجهاز ده مش عندك في الجيم، تمام. فبتقف على طرف السلم كده وبتنزل وبتطلع، نفس التمرين بس هتعمله وانت واقف. فلو هنيجي نعمله على الجهاز هنا، بتحضن الجهاز كده، بتطلع وبتنزل للاخر، بتطلع وبتنزل للاخر. طبعا تلعب بالوزن اللي انت تقدر عليه. يبقى كده انت هتعمل تمرينين لعضله السمانه مش تمرين واحد. ودي العضله الكبيره البلقي اللي مهم جدا تهتم بيها لو انت داخل سباقات او داخل يعني ماراثون او اي حاجه، لان دي العضله اللي هتخليك تاخد مسافات اكبر، ودي اللي بتدي البلق اصلا مش التمرين التاني، تمام. وما تلعبش السمانه فاضي، العضله دي قويه جدا وشايلاك طول اليوم، فتقل عليها اوزان وما تخافش، وان شاء الله توصل لافضل نتيجه ممكنه. السمانه من العضلات المهمه جدا، دي القلب الثاني في الجسم، هي المضخه بتضخ الدم من تحت لفوق، فهي القلب الثاني بتاعك لان هي غنيه بالاورده. مهم جدا تقويها، هتفرق معاك جدا في التاهيل بتاعك، هتفرق معاك جدا لو عندك مشاكل في الركبه، مهم تقوي السمانه. لو عامل اي عمليات لازم تقوي السمانه. كل ده هيفرق معاك بشكل كبير، وطبعا كده كده انت بتقويها، فلما تيجي تقوي بشكل صح عشان توصل لافضل نتيجه ممكنه.